ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم قناة سلام الفضائية، ومرحبا بكم مرة ثانية في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء. ونذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم لتصحيحها على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على شبكات التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الفضائية. فمرحبا بكم مرة أخرى. كنا قد توقفنا في الحديث في تفسير سورة التكاثر في الحلقة السابقة، وها نحن نشرع بإذنه عز وجل في هذه الساعة المباركة في تفسير سورة العصر. سورة العصر هي سورة مكية، وتعتبر من السور القصار. افتتح الله سبحانه وتعالى فقال: نقرأها ثم نعلق ونفسر ونأخذ بعض الفوائد والعبر من هذه السورة الشريفة. افتتح ربنا سبحانه وتعالى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. افتتح ربنا سبحانه وتعالى وأقسم، ولا يقسم ربنا سبحانه وتعالى إلا على عظيم. قال ربنا عز وجل: والعصر. والعصر هو وقت من الأوقات التي كتبها الله سبحانه وتعالى على بني آدم. فالأوقات كما هي معلومة: وقت الفجر، ووقت الظهر، ووقت العصر، ووقت المغرب، ووقت العشاء، وكذلك أوقات أخرى مثل وقت الضحى ووقت السحر. هذه هي الأوقات المعلومة في عرف بني الإنسان وبني آدم. أقسم ربنا بالعصر، وربنا سبحانه وتعالى إذا أقسم فإنه يدل على عظيم المقسم به، وهو الوقت. الوقت أسهل ما عنيت بحفظه، الوقت أنفس كما يقول الوزير ابن هبيرة: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت هو العمر، وهو عمر ثاني للإنسان. هو الوقت وهو الحياة التي يقضي الإنسان فيها كل حياته، والوقت نحن محاسبون عليها. والزمن الذي كتبه الله عز وجل على بني آدم من حيث ولادته إلى مماته، هذا الوقت وهذا العمر ربنا سيسألنا فيه عن كل صغيرة وكبيرة. قال ربنا عز وجل في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال ربنا سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الوقت هو كل عمر الحياة الذي يقضي الإنسان فيه عمره، هو الزمن الذي يعيشه، فإن كان عاش فيه بخير وعمل صالحا شهدت له الأرض وشهدت له الجوارح وشهدت له الملائكة، وإن كان عمل شرا فلا يلومن إلا نفسه. والله عز وجل قد أقسم كذلك بالوقت في أيما آية في كتابه، ففي سورة الفجر قال ربنا والفجر. سبحان الله، هذا الوقت الذي ربنا سيسألنا عنه. الله عز وجل سخر لنا هذا الدين وكتب لنا هذا الدين وسخر فيه لنا من العبادات والطاعات، وأفضل الطاعات الميسرة وأسهلها وهو الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم الذكر هو كتابه سبحانه وتعالى وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. هذا الكتاب، وهو أعني كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هو رسالات منه سبحانه وتعالى لا تقضى عجائبه ولا تفنى أسراره. هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، حري بالإنسان أن يقضي جل وقته وعمره في هذا الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على كثرة الذكر، وربنا قبل ذلك حثنا على كثرة الذكر، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. في آيات كثيرة حث ربنا سبحانه وتعالى على أن الإنسان يعمر وقته بكثرة الذكر وبكثرة الطاعات. ونبينا صلى الله عليه وسلم حثنا في مواضع كثيرة في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم، فقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب من ولد بني آدم، وكانت له حرز من الشيطان حتى يمسي، وكان أفضل في ذلك اليوم إلا رجل زاد على ما قال وأكثر صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وقابل سيدنا إبراهيم عليه السلام قال يا محمد أخبر أمتك وأقرئهم السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان وأن غراسها الغرس الذي يغرس في هذه الأرض أي في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الوقت الذي سنسأل عنه، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أفناه. هذا الشباب وهذا الوقت الذي قضيته في هذه الحياة الدنيا ستسأل عنه يوم القيامة لحظة بلحظة، وكل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة عملتها إن كانت خيرا قال ربنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا هو الوقت. قال ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر، دلالة على أن من يعيش في هذه الحياة الدنيا سيكون خسرانا، والخسران هو فقد الشيء، سيكون خسرانا. لكن استثنى الله عز وجل طائفة من عملوا بهذه الصفات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، أي سيجنب هذا الخسران من عمل ب4 أعمال أو ب4 منازل. قال ربنا إلا الذين آمنوا، المنزلة الأولى آمنوا،
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولنا فيها وقفات. الإيمان، آمنوا، الإيمان حضور القلب وتصديق الجوارح، والإيمان بما أخبر الله عز وجل وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهينا عنه، وتصديقه فيما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى ونبيه في اليوم الآخر. الإيمان بالغيب، وأصول الإيمان كما هي معلومة 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان. الإيمان هو أن يقر في قلبك، لكن ثمرة الإيمان لابد أن تظهر على الجوارح، لابد أن تظهر على الجوارح. هي ثمرة الإيمان بالله وبرسوله وبالأصول 6 التي ذكرناها سابقا. ثمرة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو الإيمان. فما ثمرته؟ ثمرة أن تخشى الله وتخافه وتطيعه تقربا وزلفى إليه سبحانه وتعالى، وتدعو إلى الخير والإحسان إلى عباده وخلقه. هذه ثمرة الإيمان. قال ربنا: إلا الذين آمنوا. والإيمان ثمرته هو العمل الصالح، أيا كان من عمل صالح، إذا وافق نية خالصة لله سبحانه وتعالى، ووافق وكان صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب، كلما ما لم تذكر آية في كتاب الله فيها إلا الذين آمنوا إلا ويعقبها وعملوا الصالحات. وهذا هو تلازم بين الإيمان وبين العمل الصالح. لا ينفك العمل الصالح إلا لقلب عمر بالإيمان، ولا يكون قلبا عامرا بالإيمان إلا أثمر عملا صالحا. الذي يقول أنا مؤمن نقول له: فما حقيقة إيمانك؟ ما ثمرة هذا الإيمان؟ هي عمل صالح، والعمل الصالح ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وصوابا وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح ربنا سبحانه وتعالى قد فتح لنا وشرع لنا أبوابا كثيرة فيها من العمل الصالح. كنا قد تكلمنا على ذكر اللسان عمل صالح، إماطة الأذى عن الطريق عمل صالح، تربيتك لولدك ولبنتك عمل صالح، تربية حسنة. ألم نسمع إلى قوله سبحانه، إلى ربنا عز وجل مخاطبا نوح عليه السلام، سيدنا نوح لما أدركه الغرق وذهب نوح عليه السلام بالسفينة وافترقا هو وابنه في الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ماذا قال نوح عليه السلام؟ تضرع نوح إلى ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال ربنا له: قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. تربيتك لولدك ولبنتك على الإيمان بالله والعمل الصالح والقيم الإسلامية هو عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. كذلك من الأعمال الصالحة ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. كذلك بعد ذكر الله وحقوق الله عز وجل الإحسان إلى والديك والبر بهما، كانوا أحياء سواء كانوا أحياء أو أمواتا. قال ربنا: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وأفضل الذكر وأفضل الإحسان إلى الوالدين في حياتهما الإحسان لهما بكل شيء، وصنع المعروف فيهما في كل لحظة وبرهة، مع كثرة الدعاء لهما. لأن ربنا قال بعدما أمرنا بالإحسان إلى والدينا ختم الله عز وجل
آيات البر والإحسان قال وقل رب اغفر وارحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأفضل العمل والإحسان إلى الوالدين سواء كانوا أحياء أو أمواتا كثرة الاستغفار والدعاء لهما، كثرة الاستغفار والدعاء لهما. وكما ورد في الأثر أن الأبوين يأتون في اليوم الآخر ويقولون يا رب كيف وصلنا لهذه المنزلة، بأن والوالد أو الوالدة الذين قد مات في الدنيا يتعجبون كيف وصلوا إلى منزلتهم هذه وإلى هذه الدرجات من الجنة، فيقال له بكثرة استغفار ولدك لك، بكثرة استغفار ولدك لك. كثرة الاستغفار للوالدين من أجل القربات وأجل الإحسان والبر لهما في حياتهما وبعد مماتهما. نكثر أيها المشاهدون الأعزاء، نكثر لوالدينا بكثرة الاستغفار والدعاء لهما. وكذلك من الأعمال الصالحة ما يكون مع الجماعة والتواصي. من مثال ذلك قال ربنا عز وجل، لم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه وعمل صالحا مفردا، لا يذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العزيز الذين آمنوا إلا على صيغة الجمع. قال ربنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي هذا دليل على أن الإنسان، وفي هذا لطيفة من اللطائف، على أن الإنسان يحرص على كثرة الأعمال الصالحة والتي تكون فيها مع جماعة المسلمين. مثال ذلك صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة في المسجد. صلاة الجماعة تعدل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم 27 درجة عن صلاة الفرد. صلاة الجماعة وكل الصلوات الإنسان يحرص أن يكون مع جماعة المسلمين ولا ينشق عنهم في الأعمال الصالحة بقدر ما يستطيع. قال ربنا عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك. الأعمال الصالحة مع الجماعة، كثرة الأعمال الصالحة، ولا نغفل عن العمل الصالح الفردي من أعمال القلوب وخشية القلوب وكثرة النوافل في البيت، لا نقلل منها، لكن نكثر من ملازمة لزوم جماعة المسلمين في الأعمال الصالحة. ولذلك مثال ذلك صلاة الاستسقاء، كل الناس تخرج لصلاة الاستسقاء، ولم تشرع صلاة الاستسقاء لكل واحد أن يقومها أو أن يفعلها في بيته. كذلك صلاة العيدين لم تشرع للمسلمين أن يقوم المسلم لوحده يصلي لوحده في بيته أو مع أهل بيته يفرح بصلاة العيد، لكنها شرعت، ولذلك كانت في محفل كبير أن يصلي المسلمون مع بعضهم البعض، دلالة على أن هذا الدين يهتم بالجماعة، يهتم بالوحدة، يهتم بالانسجام مع الجميع، خاصة لو كان عملا صالحا. وكما تعلمون الأعمال الصالحة مع لزوم جماعة المسلمين هي من أجل القربات عند الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي هو كثرة النصح أو النصح فيما بين الجماعة، كثرة النصح، وأفضل النصح ما كان حقا وليس باطلا. أن تقول أن تنصح بحق، وأن تخرج آفة الشخصانية أو الأنانية أو الذاتية لنفسك إلى غيرك بأن تكون حقا. لا تتواصى أو توصي إخوتك أو جماعتك أو من كان حولك بالباطل، لكن توصيهم بالحق.
والحق أحق أن يتبع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي أيها أعزائي المشاهدين، التواصي يحتاج إلى صبر، وكما قال أحدهم: الصبر هذا أمره عظيم عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الصابرون هم الوحيدون في كتاب الله عز وجل ينالون أجرهم بغير حساب. لم يذكر عن أن كل صابر ينال قيمة معينة من الثواب أو عدد معين من الثواب، إلا الصابرون قال ربنا عنهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر يوجد إن باء له كسرت لكنه بسكون الباء مفقود. ليس الصبر يعني سهلا، لكنه يسير على من يتصبر. ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الإمام الشافعي قال: لو ما أنزل في هذا الكتاب على المسلمين إلا هذه السورة لكفتهم. هي لكفتهم من مراتب الأعمال الصالحة ومن التوجيهات التي وجهها سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمر في بداية السورة الاهتمام والاعتناء بوقت الإنسان وعمره، وكذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك العمل الصالح، وكذلك التواصي بالحق، وكذلك التواصي بالصبر. هذه مراتب أن الإنسان لا يخسر نفسه في هذه الدنيا ويكون ربحانا. كيف يخسر وهو يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا ويلزم جماعة المسلمين ويتواصى معهم وفيما بينهم بالحق، ويلزم نفسه بأن التواصي يحتاج إلى صبر. ولنا قدوة صلى الله عليه وسلم في رسول الله أسوة حسنة، لنا فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم صبر أيما صبر، إمام الصابرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صبر في مكة 13 سنة صلى الله عليه وسلم، ودعا أهل مكة، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأوذي في ولده، وأوذي في زوجه وفي عرضه الشريف، وأوذي في صحابته، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم وفقد أبويه، وفقد أعمامه، وفقد جده، وفقد أحد أبنائه، وفقد كلتا بنتيه في حياته صلى الله عليه وسلم، وفقد صحابته، وفقد أحد زوجاته في حياته صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك أوذي في عرضه الشريف، وفوق ذلك كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر إلى وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وهو صابر محتسب لله عز وجل. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه في مكة 13 سنة و10 سنين في المدينة صلى الله عليه وسلم، وبعث على رأس 40 سنة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الصابر، إمام الصابرين نبيكم صلى الله عليه وسلم. تواصى بالحق، لنا قدوة في تواصيه صلى الله عليه وسلم. دعا قومه في مكة وآذوه صلى الله عليه وسلم، بل غمزوه، بل لمزوه، بل قذفوه، بل ضربوه صلى الله عليه وسلم، وهو يتواصى بالحق. لما أتوا صناديد قريش إلى عمه فقال: يا عم، لو وضعوا هذا الأمر عن يميني ووضعوا القمر عن يساري لما وسعهم إلا أن أتبع هذا الأمر أو أن أهلك دونه صلى الله عليه وسلم.
قوي في الحق صلى الله عليه وسلم، لا يتزعزع ولا يتنازل ولا يجامل ولا يكابر صلى الله عليه وسلم في دعوته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ويخرج بل صلى الله عليه وسلم من كثرة تواصيه بالحق لما أتاه أحد الصحابة ونبينا صلى الله عليه وسلم متوسدا الكعبة فقال: يا رسول الله استنصر لنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه، على أن يترك هذا الدين ما يتركه. فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وعن نبينا صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها. أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية، ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عدنا لكم من جديد. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة وبدأنا الشروع في شرح الوقف والابتداء، باب الوقف والابتداء، ونعيد باب الوقف ونكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة. فقلنا أن الوقف لغة هو له عدة معاني، ومنها الكف والحبس، واصطلاحا هو قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. وقلنا عن تعريف الابتداء هو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف.
ويكون الحديث في هذه الحلقة عن الوقف وعن مصادر تلقيه وعن أنواع الوقف وعن الرموز المستخدمة في التعبير عن الوقف في كتاب الله عز وجل. أنواع الوقوف تنوعت آراء العلماء قديما في تحديد أنواع الوقوف لاعتبار الموقوف عليه بين نوعين وبين 3 و4 وأكثر من ذلك. وفيما يلي نسرد بعض الآراء في مذاهب القراء والعلماء في أنواع الوقوف. فمنهم من قال أن الوقف، فمذهب قال بأن الوقف نوعان، وهو وقف تام ووقف قبيح، وهو مذهب القدماء كنافع ويعقوب، وذلك فيما روي عنه من روايات. كذلك من المذاهب المذهب الثلاثي، وهو الذي يقول بأن أنواع الوقف 3، وهو الوقف التام والحسن والقبيح، وهو مذهب أبي بكر الأنباري ومن تبعه كأبي الفرج ابن الجوزي رحمة الله على الجميع. كذلك منهم من قال المذهب وأنواع الوقف، المذهب قالوا أن الوقف رباعي، أي 4 أنواع، مثل الوقف التام والكافي والحسن والقبيح، وهو المتعارف عليه، وهو مذهب الداني ومن تبعه كابن الطحان السماني والسخاوي وابن الجزري الذي أخذناه في الحلقة السابقة، أن الأنواع الوقف وهو 4 أنواع: وقف تام وكافي وحسن وقبيح. بل تعدى إلى ذلك منهم من قال بأن الوقف 5 أنواع، وهي الوقف التام والحسن والكافي ثم الصائح ثم المفهوم، وهو مذهب أبي حاتم السجستاني والعماني، وذهب القسطلاني إلى ذلك. وأخيرا كذلك من قالوا المذهب السداسي، أي من قال بأنواع الوقف أنه 6 أنواع، وعدوا هذه الأنواع وهي الوقف اللازم والمطلق والجائز والمجوز، أي والذي يجوز لوجه، والمرخص ضرورة والممنوع، وهو مذهب السجاوندي، وهو مذهب معروف أو رأي معروف. آخر أنواع الوقوف أو آخر رأي للعلماء في أنواع الوقوف من قالوا بأن الوقف 8 أنواع، وذكروا فيها بأنه نوع الوقف الكامل والتام والكافي والصالح والمفهوم والجائز والناقص والمتجاذب، وهو مذهب الجعبري. ومن هذا الكلام نأخذ بأن الوقف الذي ملنا له وهو قول ابن الجزري أن الوقف 4 أنواع كما ذكرنا في الحلقة السابقة. طيب، مصادر الوقف والابتداء. من الإنسان كيف يتعلم هذا الوقف؟ كيف يتعلم هذا الوقف؟ كيف يتعلم أن يقف على هذه الآية، أو أن يبتدئ من هذه الآية إلى هذه الآية، وأن يقف في هذه الآية ثم يبتدئ من هذه، وهكذا. ما هي مصادر تلقي هذا العلم النفيس وهو علم الوقف والابتداء؟ من أهم المصادر التي تستسقى منه هذا العلم، المصدر الأول هو التلقي عن المشايخ والعلماء الأثبات، ونعني بهذا هو التلقي مشافهة، حين الإنسان يقرأ على شيخ محقق مجود مجاز يأخذ من فمه مواطن الوقف والابتداء. وعليه درجت سنة السلف الصالح في تلقي هذا العلم النفيس، وعليه درجة سنة السلف الصالح في تلقي هذا العلم النفيس. قال ابن الجزري رحمه الله: وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع، سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم أجمعين. هذا كلام ابن الجزري رحمة الله عليه. من مصادر تلقي هذا العلم المصادر المعتبرة في هذا العلم، ونعني بالمصادر اللي هي الكتب التي تم تأليف والتحقيق فيها، وهي إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر ابن الأنباري، وكذلك القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس، وكذلك المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني،
وكذلك المرشد لأبي محمد الحسن بن علي العماني. هذه هي مصادر معتبرة وأصول معتبرة في هذا العلم، وهو علم الوقف والابتداء. من أراد أن يستزيد فعليه بهذه الكتب التي تم ذكرها آنفا. كذلك من المصادر بعض التفاسير والتي تخلط بين التفسير والقراءات في ذكر هذا العلم. مثال ذلك مثل كتاب الاستغناء في علوم القرآن لأبي بكر الأذفوي، وكذلك التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، وكذلك التفسير الصغير لأحمد بن يوسف بن رافع، وكذلك من المصادر التي يحسن الإنسان أن يتعلم منها وهي كتب القراءات مثل كتاب التذكرة في القراءات الثمان لأبي الحسن طاهر ابن غلبون الحلبي. هذه هي مصادر التلقي وإجادة هذا الباب من أبواب القراءات وأبواب التجويد، وهو باب الوقف والابتداء. ذكرنا 4 مصادر: المصدر الأول تلقي عن المشايخ، كذلك المصدر الثاني عن الكتب والأصول، المصدر الثالث عن التفاسير، والمصدر الرابع عن كتب القراءات. كل هذه المصادر يستطيع الإنسان أن يتعلم منها باب الوقف والابتداء. مسألة أخرى: علامات الوقف في المصاحف ودلالاتها. علامات الوقف في المصاحف ودلالاتها. لن نأخذ كثيرا ولن نطيل، لكن سنكتفي بعلامات الوقف المشهورة في المصاحف المطبوعة. وأشهر علامات الوقف المستخدمة في المصاحف المطبوعة: أول علامة وهي علامة ميم، علامة الميم، وتعني الوقف اللازم الذي يلزم للقارئ أن يقف على الكلمة. وهذه العلامة الميم مأخوذة من لازم، من كلمة لازم. فالميم في آخر كلمة لازم هي دلالة على هذه الكلمة، أعني كلمة لازم، وكلمة لازم دلالة على أن الوقف لازم في هذه الحالة. كذلك من العلامات الثانية المشهورة علامة قلى، قاف لام ألف مقصورة، قلى، وهي علامة الوقف الجائز. وهذه العلامة تدل على أنه وقف جائز مع كون الوقف أولى. وهذه العلامة مقصود بها لماذا قاف لام ألف مقصورة؟ مأخوذة من كلمتين عند علماء التخصص. الكلمتين هي الوقف أولى، فاختصروا ورمزوا لهذه الكلمتين بقلى، فأخذت القاف من الكلمة الأولى واللام والألف من الكلمة الثانية. فإذا وجدتها في المصحف قلى فهذا معناه أنه يجوز لك أن تقف، علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى، يجوز لك أن تقف في هذا الموضع، والأفضل أن تقف. لكن إن لم تقف عند أهل التخصص لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأنه الوقف أولى وأفضلية. العلامة الثالثة وهي صلاة، وبعضهم يقرأها صلي، صحيح هي صلاة، صاد لام ألف مقصورة. وهنا علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى. يعني إذا وجدت هذه الكلمة اللي هي صلاة فوق كلمة أو فوق آية تستطيع أن تقف، لكن الوصل
أولى، لكن أن تصل الآية ولا تقف أولى من أن تقف عند أهل التخصص. فأخذت الصاد هي صلة، هي أخذت من كلمتي الوصل أولى، الوصل أولى، فأخذت الصاد من كلمة الوصل، وأخذت اللام والألف من الكلمة الثانية وهي أولى. هذه العلامة الثالثة في من علامات الوقف المشهورة والمطبوعة في المصاحف. العلامة الرابعة وهي الجيم، حرف الجيم. إذا وجدته في المصحف فماذا يدل؟ حرف الجيم علامة الوقف الجائز جوازا متساوي الطرفين. الجيم علامة الوقف الجائز جوازا متساوي الطرفين، وهذه العلامة مأخوذة من كلمة جائز. جائز أي جواز اجتزاء بالحرف الأول منهما على المراد. علامة الوقف الجائز جوازا متساوي الطرفين، علامة حرف الجيم فوق الكلمة أو فوق الآية. من العلامات كذلك المشهورة والمطبوعة على المصاحف وهي التعانق. التعانق، ما المقصود بعلامة التعانق؟ وهي 3 نقاط فوق بعض، وهي 3 نقاط متراكبة كأنها مستطيل كذا، 3 نقاط، نقطة نقطة نقطة، هذه تسمى التعانق. وما المقصود بها؟ وعلامتها، علامة التعانق هي 3 نقاط متراكبة عند الوقف الأول، وكذلك 3 أخرى عند الوقف الثاني، وهو أن يجتمع في آية كلمتان يصح الوقف على كل منهما، ولكن إذا وقف على أحدهما، أي على أحد الآية التي فيها كلمة أو علامة التعانق، امتنع الوقف عن الأخرى. على سبيل المثال لو قلنا علامة الوقف في كلمة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، لو كانت علامة التعانق 3 نقاط بعد قل أعوذ، بعد أعوذ، ومن كتاب الله عز وجل كذلك الكتاب لا ريب فيه، في بداية سورة البقرة، كذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه في بداية سورة البقرة. لو وجدنا علامة التعانق، ولنعد للمثال الذي ذكرته سابقا في قل أعوذ برب الفلق، لو كانت علامة التعانق بعد كلمة أعوذ وعلامة التعانق الأخرى بعد كلمة الفلق، فلك أن تقف في أحدهما، في أحد هذه العلامات. إن قلت قل أعوذ ووقفت برب الفلق من شر ما خلق، هذا وجه. وإن قلت لا، أقف في العلامة التعانق الثانية، قل أعوذ برب الفلق، فهذا وجه آخر. هذا وسمي التعانق لمعانقة كل من الكلمتين الأخرى واجتماعهما في موضع واحد. ويقال له وقف المراقبة كذلك، وأول من نبه عليه وسماه هو أبو الفضل الرازي، وسمي بذلك لمراقبة القارئ الموضع الذي اجتمع فيه الكلمتان ليقف على أحدهما. ووصفه كذلك ابن الجزري بمراقبة التضاد، وسماه الجعبري كذلك بوقف التجاذب، ورمز له بحرف الذال، وذلك لتجاذب الوقفين أحدهما الآخر. من العلامات كذلك المعروفة والمشهورة للدلالة على الوقف وهي كحرف لا، وهي علامة الوقف الممنوع، وهي علامة دالة على أن الموضع الذي تقف فيه لا يوقف عليه، وقد استخدمها السجاوندي في وقوفه وأكثر من إيرادها.
هذه كل العلامات التي تم ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي أكثر المصاحف المطبوعة في العالم الإسلامي. ولعلنا نأخذ في بداية سورة التغابن لنرى هل هذه العلامات موجودة أم لا. قوله سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كلمة وما في الأرض فوقها صلاة، وقوله وله الحمد كذلك فوق كلمة الحمد صلاة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: ومنكم مؤمن، فوق كلمة مؤمن يوجد حرف الجيم، يعني معناها نقف. كذلك فأحسن صوركم موجود فوق كلمة صوركم صلاة، أي صل، فأحسن صوركم صل، يعني أوصل الكلمة الآية. وكذلك وما تعلنون، فوق كلمة وما تعلنون حرف الجيم، أي يعني وقف لازم. كذلك فوق كلمة وتولوا، فكفروا وتولوا وقف جيم، أي وقف يعني واجب، فكفروا وتولوا. وكذلك واستغنى الله، كذلك في حرف الجيم. كذلك في قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كذلك يوجد فوقها حرف الجيم. وكذلك لتنبؤن بما عملتم، لتنبؤن بما عملتم، أي هذا وقف الجيم، يعني دلالة على أن هذا الوقف جائز وتستطيع أن تصل، لكن الوقف أولى، لكن الوقف أولى. وقوله سبحانه وتعالى كذلك ليوم الجمع، موجودة كلمة الصلاة. وفوق كلمة يوم التغابن قلا. هذا ما كان في هذه الحلقة المباركة، وتكلمنا فيه عن الرموز الدالة على الوقف، على علم الوقف والابتداء في كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إلى لقاء آخر، أدعكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا. حمشاي حديث أب إمنة حدش فترى مقبار كل أدم إمانا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها كم استزاربته لأخنى الله صلى الله عليه وسلم كم زي إلهم زخون نسب أب قدينا أب هيمانوتنا زي اللي حدش نقر انت دا أمتيو اتزوم تصوو حدش نقر ودوقن تقبالنت أب ربي يبولون بخار مسلم زمزقبوه. إذا حديث مسلم بتمساسالي أقميتوا له: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. زخون سب زي أززنا ينقر زسرحه سرحو تقبال النت يبولون يبل. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى
خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. نعرب لأخوات نا إسلام مرحتي أسلام كقبروا دلهم عرب كشطوا دلهم سكح يجيبون رؤوسهم ظلوا سبات الله هجرنا نعرب عن شيطاننا بعد دقيات حسنا دقيات بيننا برخن تسيني تقول سلزنا بريم تمحبر فقر هجري لهم زقبور بتناير بعن حدا اتقوا قنقوا عرب زبلوا عرب كخون دلوا يكون يزغل أفريقيا إنجليشين فرنسا زارب دلوا جزءنا جزءات كلني زارب دلوا إنجليزاويان كونوا وفرنساويان كونوا هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها؟ أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب.